معاك، بس خلينا نمسي طبعا على مرتضى بيه منصور ونشوف طبعا لو حابب يدلو بداله في اي شيء. مرتضى بيه، مساء الانوار. مساء الخير. انا بس عايز، انت سالت سؤال مهم، ليه الماتش ما تلعبش بتاع قلت لو مكاني الماتش لو مكانك الماتش بتاع ايه؟ رئيس اتحاد الكوره يطلبك والمدير التنفيذي يبلغك ان الماتش بقى يوم الثلاث، والراجل المدرب يسافر عشان يجيب زوجته، واللعيبه اللي من الزقازيق واللي من المنصوره يسافروا اللي هم متغربين، ينفع العب؟ بس السؤال الاولاني. الثاني ده السؤال الاولاني. يعني ابو الثاني، وانا قلت الكلام ده ومحدش فيهم قادر ينكر الاثنين على فكره. يعني ابو ايده الصديق العزيز انكر، ولا ثروت سويلم. سيبك ان ثروت تسجل له، لكن خليها كمان في هاني يعني. تمام. ادي واحد. اثنين، انا بس في تطور كنت عايز اقوله ليك ولكل الناس. اتفضل. بخصوص الاتهامات، انا شفتك وانا طالع من النادي اللي انت ذكرت الاتهامات 11 اتهام بتوع الالتراس. ايوه. وبعت لك الحكم ان المحكمه قالت جماعه ارهابيه محظوره. صحيح. انا من حوالي 7-8 اشهر كلمني ضابط كبير في الامن الوطني. طبعا احترامي للشرطه ده لحظه، يعني انت عارف طبعا انا رايي الاول طبعا حتى في عز فوضى 25 يناير انا كنت بروح لفيت تقريبا كل مديريات الامن على مستوى الجمهوريه بطلب من السيد وزير الداخليه عشان ادي محاضرات للضباط يرجعوا، يعني قوموا، مش هم دول اللي بيشتموكوا مصر، واخد بالك؟ انتوا محل ثقة البلد، والحمد لله قامت الشرطه تاني طبعا الحمد لله. فاحترامي للشرطه، وانا لسه انت في التقرير اللي خدوه مني شاكر مدير امن الجيزه اللي هو هشام نراي، وشاكر اللي هو مصطفى النمر مدير امن اسكندريه على الجهد اللي عملوه. صحيح. لكن كان في سؤال، ازاي الولاد دول دخلوا بالشماريخ؟ هل معاهم تذاكر يا مرتضى بيه؟ العدد تذاكر احتراما اللي هو جمال عبد الباري وعادل رشاد المدير الامن العام والمدير مساعد الوزير، انه طلبوا طبع 20,000 بس. فانا طبعت 20، انا بحب الالتزام يعني، طبعت 20,000. بعنا 19,000. الاستاد كان فيه 30. تمام. في ناس دخلوا بدون تذاكر. مين دخل 11,000؟ السؤال الثاني، مين اللي دخل سمح بالشماريخ تخش؟ انا معلوماتي بالنسبه للشماريخ ان هم حطوها في السندوتشات، ما هم بيعملوا اي حاجه. السندوتشات دي انا قايلها قبل كده، لما انت قلتها وانا خدتها منك. قلت لهم سندوتشات البصرمه والجبنه الرومي. بالظبط. لازم يحصل تحقيق كيف دخلت صح. هذه الشماريخ. انا موافق جدا، والله موافق جدا. ولو في ضابط، انا اسف، فاسد، ده لا يمنع انه عندنا اشرف ضباط واشرف هيئه في مصر. طبعا كلام غير قابل للنقاش. بس عايز اسالك سؤال يا مرتضى بيه. المدير الكوره حضرتك قلت اسماعيل يوسف انا بس عايز اكمل الجزء ده بس اخش لك على مدير الكوره. انا من حوالي 5-6 اشهر انضرب على بيتي رصاص من العيال بتوع الالتراس. حطوني في الجماعه الارهابيه دي، حطوني في كشوف الاغتيالات. ضرب عليا ميه نار، ضرب عليا نار قدام النادي، عندي 4. احنا كلنا طبعا عارفين الحاجات دي يا مرتضى بيه. بس عايز اكمل لك بس. فطلبني ضابط كبير في الامن الوطني. ايوه. قال لي حياتك معرضه للخطر. فمن فضلك هنعمل لك حراسه خاصه قدام البيت. رفضت. فانا اعتذرت. قال لي لا، ده مش قرارك. تمام. احنا عندنا تقارير انت مش شايفها. وانت كل اللي عليك انك تقول اهلا بيهم وجهز لهم مكان. لان كانوا بيقولوا حياتك معرضه للخطر. تمام. بعد اللي حصل في الماتش اللي فات ده، وانضرب عليا كميه ازاز، ولما قلت لك وجبنا الجون الثاني، فوجئت النهارده ان الحراسه كلها اتشالت. عشان قلت نحقق مين اللي دخل الشماريخ. انا بقول يا مدحت يا شلبي قدام مصر كلها، انتوا اللي قلتوا لي ان حياتي معرضه للخطر انا وبيتي. لو خدش واحد لحفيد من احفادي بحمل الداخليه. لا، بعد الشر كلامي. انت لقيت الحراسه اترفعت النهارده؟ يا باشا النهارده وقت غير مناسب على فكره. في الوقت اللي بقول ايه بقى، اللي حماله من ضرب الازايز كانوا ظباط على فكره. طبعا اللي خدوا الازايز كانوا ظباط، واللي نظم ظباط، واللي هو مصطفى النمر مساعد وزير الداخليه سواء في الاسكندريه او اللي هو هشام العراقي في الجيزه اللي طلع اتوبيسات وحماهم، دول ظباط. انما في حد فاسد دخل الشماريخ. لما قلت كده على فكره مش بالضروره يا مرتضى بيه. انا بقول حد فاسد، ما قلتش هو مين. مش بالضروره، يعني ممكن جدا في مليون وسيله. ايا كان. ايا كان. ممكن يكون حد من الجهاز الفني بتاعنا في مليون وسيله، في مليون وسيله.
ممكن في عربيات زي جمال تلفزيون عبد الباري بتخش، ما قال لي خلي إنه بالك. احتمال، يعني انا اسف، بيحطوه في اماكن حساسه في جسمهم. كل ده وارد. انما اللي حصل النهارده مفيش فيه ذكاء. انك انت اخترتني من 6-7 اشهر ان حياتي معرضه للخطر، وقلت بالامر الحراسه تروح قدام بيتك بعد الكارثه اللي حصلت و220 واحد اتحبسوا النهارده تشيل الحراسه. اعتقد ده قرار مش ذكي، وبحمل المسؤوليه. انا بص انا واضح. لا خلاص واضحه المسؤوليه ليهم. انا بس المسؤوليه لو عندي حفيده خدش، لا بعد الشهر، مجرد خدش بعد الشهر بحمل الدوله المسؤوليه بعد الشهر. وانا اعتقد بعد بعد اللي انت قلته دلوقتي هيبقى في امر جديد بكره. لا انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ مدحت. انا حتى لما قعدت مع الضابط الكبير ده، راجل محترم جدا، انت عارف الامن الوطني شغالين بمرض الله. طبعا قال لي انت مش شايف اللي احنا شايفينه؟ طبعا. قلت له انت جايين تراقبوني؟ قال لي مفترض اراقبك ايه؟ بقول لك ما هو احيانا الحراسه بتبقى عبء عليك. بالظبط. تمام بالظبط. قال لي يا استاذ مرتضى انا بقول لك انت مش شايف اللي احنا شايفينه. دي تقارير حياتك انت واسرتك معرضه للخطر. تعظيم سلام يا باشا. جاي النهارده بعد ما كنا هنموت في الاستاد بتشيل الحراسه النهارده. طيب انا متاكد ان بعد الحوار ده هيبقى فيه جديد. الحارس ربنا يا استاذ. لا وان شاء الله ربنا يسلمك ويسلم كل اسرتك، مفيش اي حاجه هتحصل. سؤال بس اخير. المدير الكوره بعد خالد جلال ما طلع، هل هو اسماعيل يوسف ولا في اسم اخر؟ هو بس انا عجبني لما قلت خالد جلال ظلم نفسه. خالد جلال ده مستقبله في الفني، يعني مدير فني. تمام بالظبط كده. وخالد جلال من ضمن الاسماء المعروضه على الناس يبقى مدرب عام معاه، خلي بالك. اوكي. من ضمن الاسماء بالنسبه مع اشرف قاسم وسامي الشيشيني. ومحمد صلاح وخالد جلال اتعرض عليه برضه. اوكي. وقلت له انسى اللي انا قلتهم لك دول، انت ليك ناس جواسيس قاعدين في البرتغال اللي قالوا لك محمد صلاح ما تجيبوش. تمام. عارفين مصر فيها ايه. اسالهم وهتقعد مع الناس دي، اتفقنا هيقعد مع الناس دي كلهم واحد. هيقعد معاهم ولا سيفيهات هتتقدم له بس؟ يا فندم هيقعد معاهم. كلهم ولاد النادي. كلهم عايزين يخدموا النادي. اوكي. تمام. ده رقم واحد. رقم 2 في مدير الكوره. أيوة. اسماعيل يوسف من ضمن الاسماء الثلاثه اللي ترشحوا له. والتاني اشرف؟ لا بتكلم عن مدير الكوره. بتكلم عن مدير الكوره. من ضمن الاسماء الثلاثه اللي ترشحوا له. ايوه. هل هو مستريح مع اسماعيل يوسف مدير الكوره يشتغل؟ هل هو بص المره دي انا شايل ايدي تماما عشان الخناقه بتاع كل مره، اصله بيتدخل، اصله فرض عليه، اصله شاله، والدكتور هيتغير. لان الراجل اشتكى من الدكتور. تمام. اللي طلبه النهارده هنعمله له. زي ما بيقولوا ايه، لبن العصفور عشان ايه في الاخر بحاسبك. يعني الدكتور ايمن فريد هيتشال. بالظبط. طيب المدير الكوره اسماعيل يوسف، ومين الاسمين التانيين يا مرتضى بيه؟ ما يعني عفيني بقى. الدكتور احمد عبد الله. الدكتور احمد عبد الله ده الثاني. عشان اسماعيل يوسف لو ما جاش مش هيزعل. خلاص. لكن الاثنين التانيين افرض هو ما اختارهمش. لا عادي، ما هو هيتعرف يعني مرتضى بيه. حرك برضه. هيتعرف 100%. هيتعرف. لا ما حدش هيتعرف في حياتك. احمد عبد الله ده الثاني، ادي الثاني اهو. الثالث مين بقى؟ مين احمد عبد الله؟ فين احمد؟ ياه احمد عبد الله كان معانا في الماتش وحازم. ده شخصيه محترمه. والثالث مين يا مرتضى بيه؟ انا مش فاكر والله. طيب اوكي. انا بشكرك وان شاء الله دايما بالتوفيق. وكوفي برضه هيشوف كوفي، عشان بتقول كوفي هيشوفه شرايطه لو عايزه هيرجع. تمام. أوكي. انا بدل ما اروح اشتري لاعب ب 3 مليون. طب وانت لو جبته هيبقى الرابع، هتمشي مين؟ هو برضه اتقال له عندك معروف وعندك شانج مونج دون وعندك كوفي. اللي انت عايز تعيره فيهم عيره، ده قرارك. تمام. اما الولد اللي اسمه سيسي جالي عرض النهارده من تونس بعرضه. وبتاع اسوان ده ووافقت له على العرض؟ لا لسه. هو اللي يقول لي برضه. هو اللي يقول. اللي يقول هنمشيه. طيب هل رشحت طبيب الفريق اللي جاي يا مرتضى بيه؟ والله انا اتمنى يرجع الدكتور طارق سليمان. ده شخص عظيم. بس هو مشكله طارق طبعا. وانا مقدر اللي هو يعني برضه هو طارق ما اختلفناش معاه. طارق عنده يعني بيشتغل 7-8 اماكن. فهو كان طالب مرتب معين. والنادي برضه ليه امكانيات معينه. تمام. فهنوصل لحل وسط ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بالتوفيق يا مرتضى بيه. ده ابن من ابناء النادي. شكرا. ربنا يخليك. اشكرك شكرا جزيلا.